فرق بين قائد أول ما يدخل المكان الناس تقوم احتراما، وبين قائد يدخل ومحدش ياخد باله. الفرق مش في الرتبة، ومش في عدد النجوم على الكتف. الفرق في الحضور، في الكاريزما. لو عايز تعرف إزاي تبني حضور يخلي الناس تنصت لك باحترام وتنفذ توجيهاتك باقتناع، يبقى الفيديو ده ليك. عمرك لاحظت إن في قادة أول ما يدخلوا المكان الكل يسكت ويركز؟ مش علشان الرتبة بس، لكن علشان عندهم حضور، وده اللي بنسميه كاريزما القائد. النهاردة هنتكلم عن يعني إيه كاريزما، وإزاي نقدر نطورها في نفسنا. القائد الكاريزما بيتميز ب3 حاجات أساسية. أولاً، الثقة بالنفس، يبقى واضح إنه واثق في قراره وفي قدراته من غير استعراض أو غرور. ثانياً، التواصل الواضح، كلامه مباشر، مفهوم، نبرة صوته ثابتة، ولغة جسمه متزنة ومقنعة. ثالثاً، القدوة العملية، ما يطلبش حاجة هو مش مستعد يعملها، يفعل قبل ما يتكلم، والتزامه هو اللي يدي الكلام قيمة. ولما ال3 عناصر دول يجتمعوا، الفريق بيتبعه عن اقتناع ويثق في قراراته من غير تردد. التطبيق العملي، ابدأ من النهاردة بحاجة بسيطة. في كل اجتماع ليك حدد الهدف في جملة واحدة واضحة. اتكلم بثقة، خليك هادي، وخلي لغة جسمك مفتوحة ومباشرة. ولو طلبت التزام، ابدأ بنفسك الأول. هتلاحظ الفرق فوراً في طريقة استجابة اللي قدامك. القيادة مش كلمة بنقولها، القيادة مهارة بنتعلمها ونطورها كل يوم. الكاريزما مش موهبة لبعض الناس بس، دي مهارة بتتبني مع الوقت. ابدأ بخطوة صغيرة النهاردة، وهتشوف تأثيرك بيكبر يوم بعد يوم كقائد. القيادة مش كلمة بنقولها، القيادة مهارة بنتعلمها ونطورها كل يوم. ولو هدفك تبقى قائد أقوى، أكثر تأثيراً وأكثر حضوراً، تابعني واشترك في القناة، علشان كل فيديو هيكون خطوة عملية جديدة في طريقك للقيادة الحقيقية. خلي تأثيرك يسبق كلامك.